وتعالوا نرجع بالزمن شوية لساعة تقريبا، ووقتها لوفان خرج في الوقت المناسب من البرج، وبعدها بيفكر في أخذ استراحة بعد ما هزم شيطان الأرض ونقاطه اللي ارتفعت بصورة هائلة. وكان في السابق لم يعتبر تنين شياطين التوأم رفيقا حقا زي الآخرين يعني، ولكن بعد القتال أصبح قويا جدا. وبعدها ينظر لحطام البرج، ومن هنا بيلاقي فكرة يكسب بيها نقاط من غير ما يقاتل أبدا. وفي أقصى الشمال لما تحول تيه توأم لجثة ساقطة، وقدرت وقتها شاو فاي السيطرة عليهم تماما، وده خلاهم يكسبوا قوة الحكام من غير ما يتحولوا لعبيد. وعرفنا في السابق الفرق بين العبيد والدمى بيتم السيطرة عليهم من العبيد، وده ينطبق على تنين شياطين التوأم، وده بيخليه يفكر في إحياء الشيطان وجيشه ويحولهم لدمى يقاتلوا من أجله. فبيجرب الأمر، وهنا تنين شياطين التوأم بيستعملوا أقصى قوتهم لإحيائهم من تاني، ولكن قوتهم غير كافية للسيطرة على الجثث، وده بيخليه يفكر في الاستسلام. ولكن بعدها بتكلمه شياو فاي وبتفعل قوتها للتحول لضوء الروح ورفع قوة تنين شياطين التوأم للضعف. وبيتفاجئ لوفان إن تنين الشياطين يمكنه الحصول على ضعف تأثيرات شياو فاي، وده خلاهم يتحولوا من مجرد تنين فرع إلى تنين حقيقي. فبيساعدها لوفان في رفع قوتهم أكثر، وبيفعل التحفيز على شياو فاي اللي بيرفع قوتها ب30%، وبعدها بيخليها تفعل ضوء الياش مع تنين الشياطين التوأم. وبالفعل بينجحوا في السيطرة على شياطين ال9 عوالم، ولكن مستواها بيقل. فبيؤمر لوفان شياو فاي بالتحول للصورة الخالدة وتفعيل نبض الحياة. بالفعل بتفعل المهارات على تنين الشياطين التوأم، وده بيرفع قوتهم بصورة هائلة. وبعدها بيأمرهم بتفعيل قوتهم على الجثث والسيطرة عليهم، وبالفعل بينهض الشيطان وجيشه من تاني، وده بيخليه متحمس جدا. وهنا بيعرفوا النظام اكتساب مهارة جديدة، وهي التحكم في الجثث الساقطة، وليتمكنوا من التحكم في جميع الجثث اللي يتم تحويلها، بالإضافة لتخزينها وإخراجها في أي وقت. وده بيخلي لوفان مصدوم من هذه المهارة الساحقة، وساعتها يمكنه إخراج جيش الشياطين من الدهاليز واستعمالهم في الخارج. وهنا بيظهر الشيطان من الحطام، وده بيخلي بطلنا مندهش إن يمكنه التحكم في الشيطان اللي كان هيدمر تاي تشي بالكامل. ونرجع للوقت الحالي، ووقتها المسؤول مصدوم ان الشيطان وجيشه بيطيعوا لوفان، ووقتها بيكلموا شخص وبيحاول يعرف منه دليل الغش، ولكن المسؤول بيرمي الهاتف من الصدمة وهو بيقول انتهى كل شيء، ده حرفيا هيصدم العالم. وبعدها بيظهر السيد هان وتشاو، ووقتها بيكلموا عن لوفان والدول الأخرى لا يمكنها تحمل الخسارة، ولكن ماذا يمكنها أن تفعل إذن؟ ولا أنت إيه رأيك؟ في الجانب التاني المسؤول متعصب من كلامهم، وبيقول إن الرأي العام هو كرامة عائلة جين، وحتى كلام العجوز الساخر وصل لعندي. في هذه الحالة ما عنديش خير إلا أعطاك هذه المهمة يا لوفان. في الجانب التاني لوفان مرتاح ولا شاغل دماغه، ونقاطه مستمرة في الارتفاع، ولكنه مع ذلك بيشعر بالملل. فبيشوف الخريطة لو كان في أي مهمة، وبالفعل بيلاقي مهمة جديدة ظهرت في الخريطة. وبعدها بننتقل لموقع المهمة، وبالله المحارب ثاني هناك بيراقب لو كان في حد هنا. وبيعرفنا ان حظه ما كانش كويس لانه قابل لوفان في السابق في مكان المهمة السابقة، ولسه هيقول اخيرا هاخد المهمة. بيلاقي لوفان ظهر قدامه، وده بيخليه منزعج جدا. وانا اخيرا لقيت مهمة، ولكن لماذا قابلته تاني؟ ووقتها بيذهب لوفان لعند المهمة. في الجانب التاني بيفكر السان وهو بيراقبه، بس لو هو هنا فده معناه ان هو كمل المهمة المتمثلة في هزيمة شيطان ال9 عوالم. وفجأة لوفان بيلاحظ شيء، وده بيخلي سام مصدوم لانه بينظر ناحيته، فبيترجى ان هو يعتقه، ولكن بيستعد لوفان للهجوم وبيهجم عليه بقوة ساحقة. فبيختبئ المحارب سان اللي بيكون خايف جدا، ولكن الهجوم بيقتل الوحش اللي كان خلفه، وده بيخلي سام متفاجئ ان كان في وحش خلفه من الاساس، وده بيخليه مطمن. وبعدها بيشكر لوفان لانه انقذ حياته، فبيقولوا لوفان مفيش داعي لهذا، انها مجرد مساعدة عابرة. بيقولوا سين ان هو كان مفكر ان هو ميت تقريبا. في الوقت ده بيشاهد لوفان ترتيبه، واللي بيكون في المركز ال17 بيستغرب لوفان وبيسأله ازاي كسب هذه النقاط في يوم واحد فقط. فبيعاد سين وهو بيفكر لانه هيضطر يقاتل الوحوش كل اليوم عشان يكسب هذه النقاط ال20. ووقتها بيفكر لوفان وبيعرفنا ان يمكن كسب النقاط من القضاء على الوحوش، ولكن نقاطها قليلة جدا. ومن ساعة اللي حصل للمحارب سين في السابق مش هتجرأ على مهاجمته من تاني. وهنا بيقرب من سنه وبيكلمها وكأنه مقدر تعبها في جمع النقاط، وبيشجعها انها تستمر في العمل بجد، وبيودعها وبيغادر، وده بيأثر في سان جدا. وفي الأول كانت مفكرة إن مملكة التنين متعجرفة جدا وغريبة زي ما قالت مملكة الجنوب عنهم، ولكن أفعال لوفان غيرت نظرتها تماما، وأثر فيها أوي إنه أنقذها، بالإضافة إنه شجعها مع إنه قادر يقتلها في ثواني.
وده بيشجعها إنها تعمل بجد أكتر عشان ما تخيبش أمله. في الجانب التاني كان لوفان غادر بالفعل مع تنينو وبيفكر في المهمة الغريبة اللي خدها، وهي القضاء على واحد من المشاركين في الاختبار، ولكن معرفش مين هو تحديدا، وكل اللي هو عارف ان هو في المستوى ال60 وموجود في منطقة المستنقع. وده بيخليه يفكر ان احتمال يكون هدف اما سونج جين او تشارلز، ولكن بعدها بيقول مش مهم، هكمل المهمة انا هكملها، وبينطلق للمستنقع. وبننتقل بعدها لمنطقة المستنقع، ووقتها بنلاقي خنزير وخلفه شيء يتربص له في الظلام، وهنا التعبان بينقض عليه بسرعة، واللي بيكون اللاعب جيلان هينج، وبيعرف انه زمن في حد تلقى مهمة اصطياد وهو الفريسة. فبيكلمه اللاعب وهو بيقتل الخنزير: فريسة فليأتي إذن. ومهما كانت قوته عمره ما يفكر انها تحالف من 4 دول، ولكن هذا المكان المتهالك مزعج جدا ومليء بالحشرات السامة، ودي يا صديقي هي اللي عيبها وي. ولكن بيقول لها ان هم اتفقوا يشكلوا تحالف ويذهبوا لعنده عشان يجمعوا النقاط معا. فبتقوله وي جي: طب ليه انا الوحيدة اللي هنا، وفين سانجو وباتان؟ فبيقول لها ان هو هيوصلوا قريبا، ولكن لما رأى سانجي من ساعة ما خش الاختبار، وكل اللي اقدر اقوله ان هو لسه عايش. فبتقوله فريلا تنتظر، وكنت في طريقي ولم اقتل الا الوحوش اللي قابلتني في طريقي فقط، ولولا وجودك لم اكن لاصل للمركز العاشر. وبعدها بتشاهد الخريطة وبتعرفوا ان الصياد هنا. بيقول لها جيلان: تمام، بس اتمنى يكون لديه الكثير من النقاط، خلينا نستنى باتان وبعدها نعرفوا مين هو الفريسة ومين هو الصياد. وبعد فترة بيوصل لوفيلا عندهم، وبيلاحظ ان المكان متعرج ومستحيل المشي فيه، ولكن الغريب اني مش بلاقي اي حد في المكان الا مجرد حيوانات فقط، وحتى مفيش اي وحوش خطيرة. وده بيأكد له ان في كمين، وبيخلي التنين يفعل الادراك، وبالفعل بيلاقي ان هو كمين، بالاضافة انه بيلاقي ان في 3 اشخاص منهم. فبيساعدوا لوفان وبيقول لهم اظهروا نفسكم ولا انا هاجي لعندكم، وبيهجم عليهم بقوة ساحقة. فبيظهر تعبان عملاق، وبيقولوا جيلان ان هو لم يتوقع كشفه مع انه هيستعمل غطاء فقاعة التعبان. فبيقولوا لوفان مفيش الكثير من الاماكن للاختباء، لذا لم يكن من الصعب التخمين، ولكني متفاجئ ان هدفي مش كيم سونج ولا تشارلز. فبيسخر جيلان منه عشان مستواه منخفض، وبعدها بيشاهد معلوماته، وبيتفاجئ من الكم الهائل من النقاط اللي كسبه لوفان، وده بيخليه متحمس لقتله، ومهما كانت قوته لازم يموت. وبعدها بيكلم لوفان بكل عجرفة: مع كل هذه النقاط انت لسه مفكر نفسك صياد؟ من الافضل ان تفكر بعناية، انت مجرد فريسة واقفة قدامي فقط، هذه النقاط هتكون ملكي الآن. وبيهجم عليه بالسم، ولكن بيتفاداه لوفان في الوقت المناسب، وبعدها بيخلي التنين يستعد للهجوم عليه بالحمم البركانية. في الجانب التاني بيخلي جنرال التعبان يستعد للهجوم أيضا، وبيستخف بقوة التنين الأسود، وبيهجم الاتنين على بعض، وبعدها بيختفي الجيران من قدامه، وده بيخلي لوفان مستغرب ومعقولة هرب. وفجأة بتظهر ويجي من خلفه وبتهجم عليه بقوة ساحقة، ولكن بيصدها لوفان، وبيهجم التنين عليها بقوة ساحقة، وده بيخليها مصدوم من قوة التنين الساحقة، ولكنها مع ذلك تبتسم، وده بيخلي لوفان مستغرب من تعابيرها الغريبة. وبعدها بتندى على هنج وباتان عشان يتخذوا إجراء، وبالفعل بيهجم هنج وباتان عليه في نفس الوقت، ولكن بيصد لوفان السهام والتنين بيصد التعبان، وهنا بيمسكوا برزاع في الأرض، وده بيخلي باتان وهنج مصدومين من اللي فعله لوفان، وازاي يكون بهذه القوة مع ان مستواه أقل من 40. فبيقول له هنج: كفى، حتى لو كان قوي لازم نهزمه، ونقاطه كافية تخلينا في المركز التلاتة الأولى. ووقتها بيقول له لوفان: كمينك مجرد مزحة، حتى الهجوم الخفي انت فاكر ان عندك اي فرصة للحصول على نقاطي؟ يا لك من غبي. بتقول له وي جي: لا تكن متعجرفا جدا، انت بالفعل اقوى مما توقعنا، ولكن هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. فبيقول له لوفان: تعالوا اذا قدامي ونشوف مين اللي هينتهي امره حقا، انا ولا انتم. فبيخلي هنج التعبان يهجم برش السم، ولكن بيتفاداه لوفان، وبعدها بيقوم التنين الاسود بالقضاء على التعبان نهائيا. فبيفعل تنين تأثير المناعة قدام السم، وبيهجم على التعبان وبيقطعه لنصين، وده بيخلي هنج مصدوم، فبيحاول باتان يغطيه وبيهجم بسهام الظل، ولكن ده بلا فايدة قدام لوفان. ووقتها بيفكر لوفان وبيستغرب من الطاقة اللي حوالين هنج، وهو ناوي على ايه. ووقتها هنج بيجهز الهجوم وبيهجم عليه بتشكيل 10,000 تعبان اللي تمكنهم من إخراج الكثير من التعابين السامة، ولوفان مستمر في التقطيع فيهم، ولكنهم مستمرين في القدوم بلا نهاية. فبيفكر لوفان وبيحاول يلاقي طريقة، وهنا بيكلموا هنج: ليمكنك الهرب، انتم الاتنين اذهبوا واقتلوا التنين الأسود. ولكن بيخاف باتان، وبيقول له: انت متأكد ان هذه التعابين مش هتأذينا صح؟
ولكن بتقوله ويجي مفيش وقت نضيعه، باتان يلا بينا. وفجأة بيحصل انفجار ضخم، وبيقوله لوفان لا يمكن الهروب. ومين اللي قال كده؟ تشكيلتك مش أكثر من عرض مزعج. ووقتها كان مفعل مخالب التنين ومدمر كل الأفاعي حرفيا. فبيتعصب هنجي وبيستعد للهجوم عليه، وفي نفس الوقت بيدعي على الآخرين عشان يساعدوه. وبالفعل بتهاجمه ويجي بالكرة الحديدية، ولكن بيوقفها لوفان بكل سهولة. في الجانب التاني بيهجم باتان بسهام الظل، ولكن بيوقفها تين بجناحيه. وفجأة بيشعر لوفان بهزة في المكان، ووقتها بيرجع جيلان هنجي التعبان للحياة، وبيهجم عليه بسيم 10,000 أفعى. بيتفاجئ لوفان ان التعبان العملاق في الأساس هو كانت شكل من سمات مهنته، يعني ممكن ينقسم لجزئين بعد قطعه. فبينادي لوفان على التنين الأسود وبيحميه التنين من السم، ولكن حتى ويجي تعاني من السم. في الوقت ده بيكلمه جيلان هينج وبيقول له حتى لو كان التنين محصن فانت يا لوفان هتموت. ووقتها ويجي بيتنادى عليه عشان يخلصها من السم بسرعة. بيفكر هينج وبيقول ان اكيد لوفان مات، وساعتها لو اتعرض ويجي وبتل السم بالخطأ وماتوا فجميع النقاط هتكون ملكي. ورامي السهام بينادى عليها عشان يساعدها بسرعة. بالفعل بينقذها هنج من السم وبيعتذر منهم عن اللي حصل، وكاعتذار بيقرر يعطيهم 10,000 نقطة إضافية على حساب لوفان. وبعدها بيفكر مع نفسه وبيقول ان ده مش الوقت المناسب للتخلص مع الحلفاء، ولسه في اندري وتشارلز. وبعدها بيكلم ويجي وبيعرف ان هو اعطاها الحماية من السم، واذهبي وتأكدي لو كان لوفان مات. ولكن بيظهر لوفان وبيقول له مفيش داعي لذلك، اكيد انا عايش. وده بيخلي الجماعة في صدمة، واللي بيكون مفعل راكب التنين التاني اللي بيشارك سمات التنين مع لوفان. وباتان مصدوم ان هو لسه عايش، بالاضافة انه منع قدام التأثيرات السلبية. وهنج مصدوم جدا لان ساعتها قوته بلا فايدة قدامه، وبيفهم ان الخطر الحقيقي مش اندريه ولا تشارلز ولكنه لوفان. لازم اقتله مهما حدث، اذهبوا واقتلوه. بالفعل بتنهض ويجي وبتنادى على باتان، وفجأة بيظهر خلفها هجوم ناري ساحق، وبيستغرب لوفان من هذا، والجماعة مش عارف هوية اللي بيهاجم. وهنا الهجوم بيتجه لعند ويجي وبيرميها لبعيد من قوتها الساحقة واللي بيكون أندريه. وبيعرف لوفان إن هو هنا عشان يساعده، وأكيد مش هينفع تلاتة يخش على واحد. ووقتها تيم بيحذر منه ولكن بيهديه لوفان. وبعدها بيكلمه لوفان مهاراتك قوية بالفعل، تمام، خلينا نشوف هتتعامل ازاي مع الأخت الكبرى. فبيقول له أندريه بكل فخر هذه مهارات السحرية من المستوى الثالث، جسد حاكم النار الحقيقي، وهما مش كيفين حتى للتسخين. استنى، انت قلت لي تو الأخت الكبرى؟ انت قصدك انها بنت؟ بيقوله لوفان ايوه، وهي ما استخدمتش اي مهارة حتى الآن، لذا يمكن ان تكون قوية. ووقتها ويجي متعصبة جدا. في الجانب التاني بيقول له أندريه ما تقلقش، إذا أنا هعتني بها. وبيسأل لوفان لو كان قادر يقاوم جيلان هينج ورامي السهام. فبيقوله لوفان في الواقع مفيش داعي، والمحاربة جي هتنفجر من الغضب. وهنا بتفعل قوتها لتتحول للدب العملاق وبتهجم عليهم بقوة ساحقة، وهي بتقول لهم هدفع الجميع التمن. ولكن بيتصدلها أندريه، وبعدها بيكلم لوفان أخي انتبه لنفسك وسيبها عليا. وبيفعل قوة ملك النار. ووقتها بيفكر لوفان هو بيشهدوا على تعبيره الإحباط، مع ان اندريه كويس ولكنه مزعج ايضا، وده اللي يختلف عن الاستيلاء على النقاط. انا قادر عليهم من غير ما حتى اخرج شياطين الارض والجيش. وفجأة بيظهر هجوم من خلفه ولكن بصوته تقيل الاسود، فبيهجم جيلان برش السم، ولكن بيتفادى الهجوم وبيقوله انت عارف اني محصن بالفعل ومع ذلك تستخدمها قدامي. وفجأة بيظهر التعبان من خلفه وبيحاصر لوفان تعبان من الخلف وقدامه. فبيفعل لوفان قطع الفراغ وبيقسم التعبان لنصين، ولكن بيفعل هنج البعث على التعبان ليتحول لاتنين آخرين، وكل ما يقتلهم بيكتروا. فبيقرر بطنها حرقهم والقضاء عليهم نهائيا، وبيقول للشاوي بالتحول لصورة الدمار وحرقهم جميعا. بالفعل بيتحول لتنين وبيحرقهم جميعا. في الجانب التاني بيستعد باتل للهجوم وبيهجم عليه بعون الشر الرعدية، ولكن بيلاحظوا لوفان في الوقت المناسب وبيهجم بزي ملك التنين الأزرق. وده بيخلي باتل مصدوم جدا، ولم يتوقع ان لديه مهارة بسمة الرعد أيضا، وكمان مهارة نادرة جدا، وبيخرج قوة ساحقة بتدمرهم حرفيا.
ووقتها جيلان بيحاول يقاوم هذه القوة وبيكلمه باتين عشان يتماسك لأنه ما عادش قادر يقاوم أكثر، ولكن بيفعل جيلان نفس الأفعى الخفي وبيهرب بسرعة، وباتين متفاجئ وبينادي عليه عشان ينقذه، ولكنه بيغادر وبيختبئ في الأرض وبيتم القضاء على باتان. ووقتها بيفكر لوفان في جيلان اللي بيستمر في خيانة حلفائه، ولكن باتانا مش هيعطيه أي فرصة للهرب وبيكلم شيوي عشان يفعلوا صدى التنين. وهنا بيحلق التنين الأسود وبعدها بيحولوا المنطقة بالكامل لجحيم تلتهمه النيران، ومعها بيتدمر جيلان اللي تحول لعظام من الجحيم اللي عمله لوفان. وبعدها بيغادر لوفان وهو بيشاهد النقاط اللي كسبها بعد إكمال المهمة واللي ارتفعت ل 710,000. ووقتها بيكلم بطانة نفسه وبيقول بطانة إن مهمات الأصناف خطيرة جدا ولكن فوائدها جيدة بالفعل. وهنا أندري بيدعي على لوفان، ووقتها بيحصل انفجار في المكان والمحاربة وي مرهقة جدا من القتال مع أندري، وبعدها بيوجه ضربة نارية بتدمرها حرفيا، وبعدها بيرفعها بالمطرقة وبيرميها عنده لوفان عشان يقتلها وياخد النقاط. بالفعل بيستعد لوفان وبيتفاجئ ان هو تخلى عن النقاط وبيقتلها بالفعل بسهم العالم السفلي، بس الشاوي منزعجة منه، ولكن بيفهمها اندري ان هو هنا بس عشان يساعد، وكان مفكر في السابق ان هم اللي كانوا بيتنمروا عليه. فبيشكروا لوفان على المساعدة وبيعرفوا إن هو لا يمانع المساعدة المجانية، فبيعرفوا أندري إن أكله كان لذيذ جدا، وبعدها بيقرر يغادر عشان يجمع النقاط، ولكن بطنه خدعته يا صديقي، واللي بنعرف إن هو كان جعان جدا، فبيكلموا أندري لو كان لديه أي أكل ياكله، فبيقعدوا في مكانه وبياكلوا وبيرد أندري 5000 نقطة مقابل الأكل، ولكن بيعرفوا إن مفيش داعي للنقاط. يا عم كل اللي انت عايزه، ولكن اندري بيصر على ذلك وبيفتح معلومات لوفانا عشان يرسل النقاط، وهنا بيتفاجئ من النقاط اللي جمعها في يوم واحد فقط، ووقتها بيشوف لوفان معلومات اندري وبيعرف ان هو تلقى ايضا مهمة هزيمة شيطان 9 عوالم، ووقتها بيتفاجئ اندري جدا وبيقول له هو انت كمان تلقيت نفس المهمة وده معناه انك دمرت البرج الظلامي. فبيقول له لوفان إن ده كله كان هدفه من البداية من غير اي مهام، والوحوش الخطايا نقاطها اكثر من الوحوش العادية وده المكان الامثل لجمع النقاط. بيفكر أندريه وأي نوع من الوحوش هو لوفان، ولولا سمات المهنية كنت هموت في الجولة التالتة، أما هو فاستعمل بالفعل البرج كوسيلة للارتقاء. كويس إني مش عدو ليه، وتشارلز كمان علق في نفس المهمة، وبعدها بيقول له هو يتنهد كنت عايزك تعرفني إزاي أجمع نقاط أكثر، ولكنه دلوقتي أصبح بعيد المنال وأنا لا يمكنني فعل ما فعلته لرفع نقاطي. فبيقول له لوفان البرج بالفعل وحوشه قوية جدا وده أخد مني الكثير من الجهد لهزيمتهم. فبيقول له أندريه بس لما يكون عندك تنين فالعجب ان فارس التنين هو من اقوى المهن الخفيه، ووقتها بتلاحظ شاوي نظراته وده بيخليها منزعجه منه وهو شرسه قدامه، ووقتها بيكلمه لوفان وده معناه انك جربتها بالفعل ولكنك فشلت. بيقوله أندريه بكل انزعاج ايوه فعلت وكنت هموت هناك، وطالما هذه المهمه معايا فمش هقدر اخد اي مهمه اخرى. فبيقوله لوفان عندي فكره تعاون معي، وبالفعل بيذهبوا لهناك، ووقتها بيشعر أندريه إن التنين متعصب منه جامد، فبيسأل لوفان عن ذلك هو ليه التنين متعصب جدا هكذا وكأنه عايز ياكلني. بيقوله لوفان إن التنين من الكائنات الشاسة نسبيا ولكن ما تقلقش طالما انا هنا فمش هخليه يعضك. وبعدها بيكلم نفسه لوفان مش عايز اعرف ان هو اكل الطعام الخاص بشياوي، وبعدها بيحذروا من النظام ان هما قدام البرج الظلامي، فبيسألوا أندريه ازاي هيقتله. بيقوله لوفان انت قاتل باسلوبك وانا باسلوبي، وهنا الوحوش بتهاجمهم. فبيكلموا لوفان وبيقولوا اكيد يمكنك التعامل مع النسور والكائنات الشيطانيه. فبيقولوا أندريه ان يمكنه تولي الموجتين الاولى. بيقولوا لوفان تمام اهتم بيهم وانا هصفيهم من الداخل. بيقول له أندريه اكيد مفيش مشكله، استنى انت قلت انك هصفيها من الداخل. ووقتها بيأمر لوفان ستار بالتحول لضوء النجوم واستعمال عبور السماء لدخول البرج الظلامي. بالفعل بيتحول ستار وبيفتح شق بعده وبينطلقوا لداخل البرج، ووقتها بيقوله لوفان ان هو هيصفاه من الداخل في اقرب وقت لذا يهتم بالخارج. وعمنا أندريه متحجر في مكانه بعد ما شاف قوة مويه الساحقة، ووقتها بيوصل لوفان عدد الوحوش اللي في الداخل والزعيم النهائي. فبيكلموا الزعيم بكل سخرية بما ان عندك الشجاعة للدخول لهنا فسأعطيك الحق في اختيار طريقة وفاتك.
بيقوله لوفان بكل سخرية: يا للأسف يبدو إني غير مرحب بيه هنا، مع إني جهزت هدية كبيرة عشانك. وبيفعل تنين الزمرد سلالة التنين، وبعدها ملجأ الروح، وده بيرفع من قوتهم بصورة كبيرة. وبعدها بيقوله لوفان: ده مش هيهزني، مجرد الاعتماد على الكمية مش هيفيدك. وهنا الشياطين بتهجم على لوفان، ولكن التنين بيهاجمهم بقوة ساحقة وبيقطع فيهم بقوة الكارثة الكبرى. وبعدها بيستعد ستار الهجوم بتحطيم النجوم، ولوفان هجوم ذيل الأفاعي، وبيهجم الاتنين في الوقت ذاته، وبيحصل انفجار ضخم بيدمر المكان. وبعدها بيفعل التنين الزمرد الدفاع اللي بيمتص كل الأضرار. وبعدها بيهجم ستار بضوء تدمير النجوم، وبيدمروا كل الوحوش اللي في المكان. وبعدها بيخرج التنين الشياطين التوأم، وبعدها بينتقل ستار لشكل المجرة، وبينزل عليهم بسقوط النجوم. وده بيرفع التنين الزمردي للمستوى ال25، وستار المستوى 18، ولوفان المستوى 36، والتنين الأسود المستوى 33. ووقتها بيستعد الوحش للهجوم، وبيواجه كرة حمدية عند ستار، ولكن بيستعمل قوته بفعل الثقب الأسود واللي بيلتهم كل شيء قدامه. وبيستعد بعدها ستار وبيفتح ثقبين أسود آخرين، وبينهي أمرهم بالكامل. ووقتها بيتفاجئ لوفان من اختفاء الزعيم، وبعدها بيظهر خلفه الزعيم وبيهجم بقيد الموت. ولكن بيظهر الشياطين الأرض خلفه وبيوجه ضربة ساحقة للزعيم، بترميه بقوة ساحقة للخلف. والزعيم مصدوم: كيف ظهرت هنا وتساعد إنسان؟ رد عليا يا شيطان الأرض. ولكن شيطان الأرض بيختفي من قدامه، وبيظهر بعدها خلفه وبيقسم الزعيم لنصين. وبعدها بيهجم التنين بالكراسة العظيمة، ووقتها بيكلموا لوفان بكل سخرية: عجبتك الهدية الكبيرة؟ ووقتها بينهض الزعيم وبيكلم الشيطان الأرضي: شيطان يقتل على يد بشر مرتين ودلوقتي يخدمهم؟ كم هذا سخيف! انت فاكر انك جدير لتكون في نفس مستوايا؟ انتم لا تستحقوا الحياة. ووقتها بيفكر الزعيم في الهالة المبعثة من لوفان، وبيقرر يدعي على لوفان لليوم، وبيستعد للهجوم بقيد الموت. ولكن بيوقف الشيطان الأرضي، وده بيعصب الزعيم جدا، وبينسخ نفسه لأكثر من نسخة، وبيلتف حوالين الشيطان الأرضي وبيحاصره. ولكن الشيطان بيهجم على الزعيم بسرعة كبيرة، وبعدها بيكلمه لوفان بكل سخرية: ولأنك استمتعت كثيرا بالهدية فاسمح لي بإضافة الوقود للنار. استدعوا جنود الشياطين، وبيظهر بوابة كبيرة بيخرج منها جيش الشياطين. والشيطان مصدوم ان هو تمكن من ترويج جيش الشياطين بالكامل. ووقتها بيستغل الشيطان الارضي فرصه وبيهجم على الزعيم، ووقتها لوفان بيشاهدهم وكأنه بيشاهد فيلم. في الجانب التاني بيهاجم الجيش مع تنين الشياطين التوأم على الوحوش الآخرين، وبيقطعوا في الوحوش بكل شراسة. ووقتها الزعيم مش مصدق إن إنسان يكون بهذه القوة. وبعدها بيظهر لوفان فوق وبيكلمه: جه دورك أيها الشيطان للقضاء عليك. فبيقوله الزعيم بكل غضب: انت فاكر انك قادر على هزيمتي؟ ده في الاحلام. وبيفعل بعدها الغاز السامي وبيحاول الزعيم الهرب. فبيفعل لوفان تحفيز التنين واللي بيرفع قوتهم ب 30%، وبيتحول ستار للتنين النجمي. وبعدها بيكلم لوفان شياو يي التنين الأسود انفجار الحمم، وبيستعد بعدها تنين طاقم الشيطاني لهجوم سقوط الهلاك، وستار بتدمير النجوم، والتنين الأسود انفجار الحمم، وبيدمروا الزعيم نهائيا. ولكن بيقولهم الزعيم هو على وشك الموت ان هو مش هيستسلم. ونرجع لأندريه، ووقتها بيظهر وحش بيهاجمه من الخلف، ولكن بيلاحظه في الوقت المناسب وبيوقفه، وبعدها بيقفز لعنده وبيدمره. وبعدها بيستغرب أندريه إن البوابة لسه مقفولة مع إنه قتل الموجتين، والمفروض إن يظهر الموجة التالتة. وهنا بيحصل انفجار بيدمر البرج من الداخل، فبيتراجع أندريه بسرعة ومش فاهم هو إيه اللي بيحصل. وهنا بيظهر التنين الأسود، ولوفان مندهش إن هو صف الجيش الخارجي بالفعل بالكامل. وبعدها بيحدف راس الزعيم لعند أندريه عشان يقتله ويكمل المهمة، واللي بيكون متفاجئ من هذا الوحش الفريد. فبيعرفوا لوفان إن هو راس الزعيم ولازم يقتله قبل ما يفعل مهارات الحياة. وده بيفاجئ أندريه إن هو بيعطيه النقاط، ولكن بيقولوا لوفان نقاط البرج كلها تخصه، بس لو جاله يقتل الزعيم فمهمته توقف للأبد. وبالفعل بيدمر أندريه راس الزعيم، وبعدها بيخيموا في المكان. ووقتها اندريه بيعرف لوفان ان هو سعيد بالتعرف عليه، وبعد اكمال المهمة كسب 200,000 نقطة وانتقل للمركز التاني مباشرة. بيقوله لوفان: اذا دي نهاية تعاوننا اليس كذلك؟ فبيشكروا اندريه على المساعدة اللي قدمها له، وبيعزموا على مشروب بعد ما ينتهوا من الاختبار. واللي بيكون حزين لانهم هيفترقوا، ولكن بيقول له مفيش داعي لليأس، اكيد هيكون في الكثير من الفرص قدام. بيقول له اندريه حسنا اذا، وبيسلموا على بعض وبيقرر يغادر. ولكن قبلها بيحاول 50,000 نقطة للوفان، وده بيفاجئ لوفان وبيسأله عن ذلك. فبيعرف أندريه إن هذه النقاط عشان أكل الكثير من طعامه، ومع إن هذه النقاط لا تعني شيء بالنسبة للكم الهائل من النقاط اللي معاك، بس فقط تقبلها مني.
بيرفض لوفان في البداية ولكن بيوافق في النهاية، فبيقرر لوفان إن هو ياخدهم منه، ولكن بعدها أندريه بيستغرب من شيء وبيقول له بكل استغراب: مع إنك قوي جدا ومعاك الكثير من التنانين، بس ليه بتضيع وقت مع اللاعبين في السابق مع إن يمكنك إنهائهم بضربة أو ضربتين أو تلاتة بالكتير؟ فبيقول له لوفان إن في الكثير من الموهوبين من بلاد مختلفة ومهن خفية لم نراها من قبل، وهي فرصة مثالية لمعرفة سماتهم وخصائصهم وتوسيع معرفتنا، ولا يعتبر إضاعة للوقت، ففي النهاية أنا الفائز أكيد. وده بيحفز أندريه بعد سماع كلامه وبيغادر بعدها لجمع النقاط في أسرع وقت. ووقتها بيتمنى لوفان إن هو ما ياخدش أي مهمة خاصة بمطاردة أندريه، وده لأنه شخص جدع وأنا حبيته. وبعدها بيرجع لهدفه الأساسي وهو السيطرة على جيش الشياطين وتحويلهم لدمى. ووقتها في الخارج مسؤول أندريه مندهش من الحصول على المركز التاني بهذه السرعة، وبيقول التاني إن هزيمة شياطين ال9 عوالم مش مستحيلة زي ما الكل مفكر، ولكن بيقول له التاني إن كل ده يعتمد على لوفان. وبيشكر مسؤول التانج الشيخ هان عشان المساعدة اللي قدمها لوفان، ولكن بيقول الشيخ هان إن أندريه شاب بيساعد دائما لما بيكون فيه ظلم، لذا هو يستحق الاحترام مش زي ممثل تايتشي المغرور. وده وصل تايتشي للمركز الثالث، والمسؤول جين متعصب ان حتى ممثل اندريه تجاوز سيونج جين، ولو استمر الحال على كده فهيتعرضوا لخساره كبيره بعد المكر والخداع اللي عملوه. فبيفكر في طريقه تانية عشان يوقع لوفان. ووقتها بيكلمه المسؤول من تايتشي وان عنده فرصه اخيره عشان يحسن الوضع والا هو عارف النتيجه كويس. وبعدها بيظهر موظف وبيقوله ان في شيء مهم، ولكن بيرفض المسؤول سماعه عشان متعصب جدا. فبيقول له الموظف ان الامر جدي والاداه اللي طلبتها تم تجهيزها بالفعل. وهنا بيفرح المسؤول ومع ابتسامه خبيثه بيقول له عظيم، دي هي الطريقه الاخيره لذلك.